بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. وحشتوني 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 حبايبي الحلوين في كل مكان وكل أنحاء العالم. بحييكم وبحيي الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه في حقي، سواء فتحت بس أو تعليقات. ربنا يبارك لكم يا رب، بصرف النظر عن التعليقات السلبية طبعا. فانا بحبكم من كل قلبي. ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم. النهارده هنعمل روتين كده مع بعضينا، ما يتعداش يعني العشر دقايق. فانا قلت ايه نعمله مع بعض يعني في الاوضه هنا. طبعا انتوا عارفين اوضه الشباب بيبقى شكلها ازاي. طبعا مش هقول لكم على الكركبه بتاعه عبد الرحمن. هو وابوه بيناموا هنا طبعا، زي ما انتوا عارفين الشقه صغيره وضيقه علينا. ربنا يكرمنا يا رب ويتوب علينا من الايجار اصلا، لان صاحب الشقه شكله كده يعملها معانا. فعشان خاطر الايجار مكسور علينا، الحمد لله على كل حال. فطبعا احنا ايه، هعمل روتين كده ايه سريعه، آه يعني روتين ترويج وترتيب يعني. لا كنس ولا مسح ولا حاجه يعني، ترويج كده على الماشي. عبد الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله يا عبد. انا عندي عبد الرحمن بيحب يتغطى شتا صيف، خلي بالك. هو طبيعته كده. حاطط وحاطط الكهرباء جنبه، ربنا يسترها بقى. عايزاكم تدعوا لي يا حبايب قلبي دعوه حلوه كده من قلبكم. مستنيين النتيجه بتاعت منا، ربنا معاها يا رب. مش عارفه ايه ده، تعالوا هنا. الاوضه دي يا حبايبي ولا كانها بتشوف ترويج ولا كانها بتشوف حاجه خالص. مع ان هو آه من اسبوع كده، ده هي كده رايقه خلي بالكم. بصيت لقيت فتحت كده الباب، استغربت يعني. قلت ايه ده، هي دوبتك يا عبدو؟ قال لي ايه يا ماما؟ لقيته مروجها، مروج عليها يعني. ربنا يصلح حاله يا رب، لما يكون غزلته حلوه بيعمل هو. طبعا اللبس ده لبس الشغل بتاعهم، لبس الفنون الشعبيه بتاعتهم. فطبعا دوت مش هقدر اشيله في الدولاب علشان ما يتلخبطش، لانه مش بتاعنا يعني، بتاع صاحب الشغل. بس هو زي ما تقولوا ايه، مسلم كل واحد بلبسه يعني. يا رب يا رب. عارفين لو هو يجي يخلع مثلا ويحط كل حاجه مكانها، مش هيبقى الدربكه دي. طبعا البنطلون ده لبسه وخلاص عشان فاتح. البنطلون ده لبسه وخلاص.
برضه هخليهوله، عشان انا مش هشغل الغساله دلوقتي طبعا لان كنت مشغلاها امبارح. ربنا يصلح حاله يا رب ويسترها عليه هو واللي زيه يا رب. بصوا هو هحطهوله هنا على التنوره بتاعته ده. عايزه اقول لكم حبايب قلبي المعايش صعبه 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 على قد ما تقولوا. محدش بيراعي، لا صاحب مكان ولا حاجه. صاحب المكان اهم حاجه عنده الايجار، يخلص السنه يزود لنا ايجار. مش عارفه يعني هنعمل ايه تاني. واديكم زي ما انتم شايفين ما عنديش تنفيذ، ده انا بسيح، ما عنديش تنفيذ خالص. مش عارفه اعمل ايه. اروح فين بعزالي تاني؟ اروح فين بعزالي تاني؟ شكله بيشاور عقله. السنه اللي فاتت اول السنه يعني احنا بنجدد العقد كل سنه من شهر واحد يعني يجي علينا ده بيبقى تجديد العقد بتاعنا لزياده الايجار. ما جاش علينا شهر واحد، لسه ما جاش علينا شهر واحد اهو. بصيت لقيت ابو عبد جاي بيقول ده صاحب الشقه اتكلم وبيقول ده انا جايب ساكن ليه؟ طب احنا قلنا لك هنطلع، احنا حتى ما اتكلمناش حاجه كده. بصوا عايزه اقول لكم العيش، حتى العيش الناشف اللي انا بحوشه بيتباع يعني ببيعه، الناس بتاخده بالمؤاخذه للسعايه بتاعتها يعني. خلاني جبته مع السلم حطيته هنا، قال لي ما تحطيش حاجه على السلم، مع ان انا بنضف وبكنس السلم وبمسح يعني قدام بابي مش قدام باب حد. الزرار ده اكيد مقطوع من قميص عبده، قميص الفرقه خلوه هنا، بعد كده يجي يدور عليه. ربنا ما يحكمش نفس على نفس، ربنا ما يحكمش نفس على نفس. شوفوا كده روقتها زي ما انتم شايفين كل شيء كان. عايزه اقول لكم ان انا هعمل غير الاول برضه. نفسي كده، نفسي تبقى منا ليها اوضه مستقله بنفسها. وعبد الرحمن انتوا عارفين الشباب وكده ما ينفعش يعني يقعدوا مع بعضهم في الاوضه وكده، كل واحد بيبقى عنده خصوصيه. مزنجين يعني، غير اللي احنا ما فيش منفس. ربنا يتوب علينا من الايجار يا رب، ويتوب علينا يا رب، يتوب علينا يا رب. اطلع بره يا لوزه. وفي النهايه اقول لكم لا 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 لا، بصوا دي لوزه بتاعت امال اختي لما ولدت فجابتها تقعد معايا هنا مع القطط لحد ما تروح بيتها بالسلامه. اسمها لوزه، شبه زمالوكه بس دي فاتحه شويه. بصوا طيب، بصوا بتعضني، مش عايزه اشيلها، مش عايزه انا اشيلها. روحي بس امشي. اقول لكم في النهايه ما تنسونيش بالدعوه الحلوه، ربنا يفتحها علينا يا رب ويجبر بخاطرنا ويرزقنا ويجبر بخاطر بنتي يا رب وينجحها. هي ما فيش حد هيسقط، بس عايزين المجموع اللي يدخلها كليه. اي حاجه احنا راضيين، والله العظيم احنا راضيين باي حاجه ربنا يديها وهي راضيه كمان. اشوفكم على خير ان شاء الله. واللي يجي لحد هنا ما اشتركليش في القناه يشترك لي فيها ويفعل لي زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بشكر كل الناس حبايبي اللي بتدخل لي القناه، بشكر كل الناس اللي بتقول كلمه حلوه في حقي، بشكر المنتسبين حبايب قلبي ربنا يبارك لهم يا رب ويخليهم ويزيدهم كمان وكمان. واشوفكم على خير ان شاء الله في روتين جديد. اقول لكم مع السلامه.